السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. صفقة الأهلي الجديدة كهربينيو يفتتح لقاء القمة بهدفه في شباك الزمالك. قطار كولر يدهس فيريرا بفوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة القمة. الفولت والمخيف يقودون الأهلي للفوز على الزمالك، ومحمد شريف يحتفل بهدفه رقم 50. زلزال في 100 عقبة بعد الهزيمة أمام الأهلي، وجماهير الزمالك من المدرجات تطالب برحيل أمير مرتضى منصور، ومدير الكرة يلبي النداء ويتقدم باستقالته من الإشراف على منصب مدير الكرة بالزمالك. مجلس إدارة الزمالك يقرر إقالة فيريرا بعد الهزيمة أمام الأهلي، ومفاضلة بين مدرب مصري أو أجنبي. رغم تألق حمدي فتحي وأداؤه المبهر والرجولي، الدبابة أليو ديانج رجل مباراة الأهلي أمام الزمالك. والأهلي في الوقت الحالي يمتلك أفضل لاعبان في خط الوسط، المالي أليو ديانج وحمدي فتحي قلب الأسد. في حالة تولي مدرب أجنبي للإدارة الفنية للزمالك، فمعين الشعباني التونسي يدخل ضمن ترشيحات الزمالك لتدريب الفريق بكل قوة. وفي حالة تعيين مدرب مصري، فأسامة نبيه هو المدير الفني القادم للزمالك، ومعه حسين ياسر مدرب مساعد. ظهور قوي ومميز لخالد عبد الفتاح في ظهوره الأول مع النادي الأهلي في مركز قلب الدفاع، وإشادة كبيرة باللاعب من كولر وبباقي الفريق. كل اللاعبين اليوم كانوا رجال. رد قوي من أسامة حسني على مرتضى منصور بعد انتهاء مباراة الأهلي أمام الزمالك، بعد سباب رئيس الزمالك لأسامة حسني من قبل. ربنا اسمه العدل، ما كانش ينفع الأهلي يخسر حتى لو الأهلي كان سيء قدام شخص يهتك الأعراض والأمهات والزوجات يوميا، ويحدث ذلك بأبشع الألفاظ، والهواء مفتوح له. ويقول الخطيب عامل سحر كانت هتبقى فتنة في الأرض إذا حدث ذلك. بعد فوز الأهلي بثلاثية على الزمالك، الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة تذكر الزمالك بموعد مباراتهم سويا الثلاثاء القادم. في حالة فوز المقاولون العرب على الداخلية اليوم، يصعد المقاولين العرب للمربع الذهبي برصيد 27 نقطة، ويهبط الزمالك للمركز الخامس برصيد 26 نقطة. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يهنئ اللاعبين والجهاز الفني، ويوجه تحية خاصة لجماهير النادي الأهلي الوفية على الدعم الدائم والمساندة للفريق، وأشاد بالأداء الرجولي لكل عناصر الفريق وروحهم العالية وإصرارهم على إحراز الفوز وشعورهم بالمسؤولية تجاه ناديهم وجماهيرهم وتقديرهم لقيمة قميص النادي الأهلي الذي يرتدونه. مارسيل كولر بعد الفوز على الزمالك: أنا أكثر شيء أسعدني اليوم هو جمهور الأهلي. لدي أمنية واحدة، وهي أن أرى جمهور الأهلي كامل العدد في استاد القاهرة كما شاهدت صور قديمة لهم في المدرجات من قبل. وعن محمد شريف: خلال الفترة اللي فاتت كنت بقعد مع اللاعب وبفرجه معايا على أهدافه السابقة. هو مهاجم كبير بس كان محتاج الثقة، ونزوله النهاردة بدون ضغوط فرق معاه جدا، وأنا بشكره إنه ساعد نفسه، وأتمنى الهدفين دول يكونوا بداية لعودته لمستواه، لأنه مهاجم كبير وأنا أعلم ذلك جيدا. علي معلول: تسجيل 3 أهداف والخروج بشباك نظيفة في مباراة مثل الديربي أمر رائع. لم يكن هناك هجمات كثيرة في الشوط الأول، ولكن هدف كهربا أدخلنا لأجواء المباراة ولعبنا كرتنا المعتادين عليها دون أن يخلق الزمالك أي فرصة للتسجيل أمامنا. وكهربا لاعب كبير ودولي، وكنا نحتاج لاعب مثله خلال الفترة الحالية. وأشكر جماهير النادي الأهلي على الدعم الدائم والمساندة. سيد عبد الحفيظ بعد الفوز على الزمالك: أكبر رد على أي شخص هو الملعب، وسأترك 3 لاعبين من الأهلي فقط لعمل مقابلات تلفزيونية بعد الفوز على الزمالك، لأننا سجلنا 3 أهداف. أحمد الشناوي وسمير عثمان: الزمالك كان يستحق ضربة جزاء في تدخل حسين الشحات على إمام عاشور وجهاد جريشة. الأهلي استحق ركلة جزاء صحيحة في تدخل محمد عواد على محمد شريف، وقرار الحكم بعدم إيقاف اللعب واحتساب ركلة جزاء للأهلي كان قرار خاطئ.
لاعبي الأهلي يحتفلون مع محمد شريف بتسجيله الهدف الخمسين في شباك الزمالك قبل أن يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك والواحد وخمسين له. بعد مفاوضات الزمالك واقترابه من ضم اللاعب، أهلي طرابلس الليبي يعلن رسميا تعاقده مع جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا. سيد عبد الحفيظ: صفقات يناير لسه ما خلصتش وهناك صفقات قادمة بالنسبة للأهلي، وهناك انفراجة في موضوع كهربا يوم 2 فبراير، وبعد هدفه النهاردة قال لي ماتش الزمالك الجاي امتى. صياح رضا عبد العال وانفعاله على فيريرا بعد مباراة الأهلي والزمالك والهزيمة بثلاثية نظيفة. كولر: الأهلي في مواجهة فيريرا الزمالك فاز في مباراتين وسجل 5 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف. موقف ضم موليكا يتعقد، بشكتاش التركي يتمسك بموليكا ويرفض عرض الأهلي. المتحدث الرسمي باسم النادي التركي عن عرض الأهلي وإمكانية بيع اللاعب. موليكا لن يخرج ولن نتركه يرحل لأي فريق، وما يفكر به بشكتاش حاليا هو التالي: النادي دفع أكثر من 4.5 مليون يورو حتى اللحظة لضم اللاعب، وسيحتاج النادي أيضا لضم مهاجم يستبدل اللاعب، ما يعني أنه سيصرف المزيد من المال. النادي به عدد من الأجانب يحتاج لبيعهم، وقد لا يكون موليكا هو الخيار الأبرز للبيع الآن. والنادي الأهلي في الوقت الحالي يتجه للانسحاب بشكل نهائي من صفقة ضم جاكسون موليكا من بشكتاش التركي. الأهلي قدم عرض يقارب 4 مليون يورو والنادي التركي رفض، والنادي الأهلي لن يقدم عرض مالي أعلى من ذلك خلال الفترة الحالية. حازم إمام بعد هزيمة الزمالك: أطالب باستمرار فيريرا مع الزمالك ورحيله ليس الحل، وكلوب مع ليفربول في المركز الثامن في الدوري، ده لو في مصر كان زمانه مات، بس مكمل مع ليفربول. يا ريت نهدى في قراراتنا ونحافظ على قوام الفريق وفريرا يبقى إلى نهاية الموسم. أحمد حسام ميدو قبل مباراة الأهلي والزمالك: الزمالك مش هيخسر قدام الأهلي عشان الزمالك ما بياخدش قلمين على وشه بعد قلم بيراميدز. وبعد الهزيمة بثلاثية نظيفة كلنا متوقعين اللي هيحصل في الزمالك، وفريرا غلط وفي لاعيبة مكسلة واللي ملوش كبير بيشتري له كبير. أحمد بلال عن كهربا بعد فوز الأهلي والزمالك: تخيل تقعد تصيح طول السنة عشان توقف كهربا ويرجع يلعب غصب عنك، لأ ويلسعك جول يجيب أجلك كمان. المغربي بدر بنون لاعب النادي الأهلي السابق ينشر صورة على صفحته الرسمية وهو يشاهد مباراة الأهلي والزمالك والأهلي متقدم ب3 أهداف. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل أخبارنا الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.